السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة من وصفات مطبخ عائشة العافية. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحة والعافية ان شاء الله. الوصفة ديال اليوم غادي نحضروا تحلية شرقية بامتياز. غادي نحضروا الكنافة بالكريمة، كتجي رائعة جدا، مقرمشة ومعلكة يا سلام. غادي نشارك معكم بعض الخطوات باش تنجح معكم هذه الكنافة من اول تجربة، بالنسبة لبعض الاخوات اللي ما كتنجحش معاهم بالرغم من انها بسيطة وسهلة في التحضير ديالها. فمباشره غندوزو اول حاجه غادي نحضروا السيرو اللي غادي نسقيو به التحليه ديالنا ديال الكنافه، لان حنا خصنا نسقيو به وهو بارد. خديت هنايا كاسرول عملت فيها 2 كيسان ديال السكر سنيده وكاس ديال الماء ونصف عصير نصف حامضه، يعني واحد الليمونه حامضه غير نص ديالها عصرتو فيها. من بعد حركتهم مع بعضو وعملتو على النار حتى يذوب لي السكر ويبدا كيغلى السيرو. غير يوصل درجه الغليان غادي نزيد معاه ملعقه كبيره عامره مزيان ديال الكليكوز. فبالنسبه لهاد الكليكوز اللي ما متوفرش عنده يخلي داك السيرو يغلي تقريبا واحد 10 دقائق، عاد يزيدوا واحد 2 معالق كبارين ديال العسل، بالاحسن الا كانت العسل ثقيله. بالنسبه للكليكوز فهو متوفر عند الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلوى، الثمن ديالو مناسب وكتقدروا تاخذوا غير بواطه صغيره والمده ديالها طويله، يعني التاريخ عندها طويل بزاف وكتقدروا تحتفظوا بها لانها كتحتاج بزاف. يعني كيعطي التعليكه بزاف ديال الحاجات بحال التعليكه ديال الصاب اللي الحلويات اللي كيجيو معلكين، في بزاف د الوصفات كيتحتاج. صافي هنايا من بعد ما ذوبت داك الكليكوز وداك السيرو خليته يغلى واحد 3 دقائق 4 دقائق وطفي عليه وخليه يبرد. مباشره دوزت هنايا للكنافه، خديت هنايا الكنافه غادي كانت عندي في المجمد، جبدتها خليتها واحد ربع ساعه ومن بعد بديت كنقطع. من الاحسن قطعوها ما تقطعوهاش رقيقه بزاف، قطعوها تكون هيدا بحال اللي باين معكم في الفيديو، يعني تكون كبيره واحد شويه. صافي غادي نقطعها كامله. بالنسبه للكنافه انا كانت عندي هنايا غير واحد شويه ماشي بزاف، يعني غير واحد 190 غرام ديال الكنافه هي اللي كانت بقات لي، حيت انا كانت عندي خديت ساشيه كتباع حتى هي عند موالين اللي كيبيعوا الحاجه اللوازم ديال الحلوى. 400 ديال الغرام خديتها غير ب 15 درهم، ويعني متوفره والثمن ديالها مناسب، وكل مدينه والثمن ديالها. المهم انا خديتها ب 15 درهم، ساشيه فيها 400 غرام ديال الكنافه. صافي قطعتها، حاولت انني نفسخها مزيان، من بعد عملتها في واحد الاناء يكون كبير وزدت معاها شويه ديال الزيت والزبده. فبالنسبه للوصفه الاصليه كيستعملوا الزبده الحيوانيه، انا استعملت هنايا غير الزبده النباتيه العاديه اللي كناكلوها ديال البواطات. هي عملت واحد ملعقه كبيره ذوبتها حتى ما بقاش فيها داك الماء ديالها، المهم حتى ما كتبقاش يعني كترجع تقريبا نوازيط. ومن بعد زدت عليها نصف كاس ديال زيت نباتيه. فبالنسبه للزيت ننصحكم انكم تستعملوا الزيت في هذه الكنافه لانها هي اللي كتعطيها التقرميشه. بالنسبه للزبده غير كتسقيو الكنافه ديالكم صافي كترجع ترطب، يعني داغيه كترطب. بالنسبه للزيت كيخليها مقرمشه مده طويله. صافي هنايا لبست غير شويه ديال ديك الزيت والزبده، لبست شويه ديك الكنافه، ومن بعد خديت هنايا المول اللي غادي نطيب فيه، دهنته بالزيت والزبده من التحت يعني في القاع ديالو، ومن بعد غادي نفرش فيه واحد الكميه ديال الكنافه، يعني غادي نقسمها على 2، النصف غادي نعملو لتحت. ما كنحاول انني ما كنعملش الطبقه الكبيره لتحت في القاع، كنعمل غير واحد الطبقه اللي تكون متوسطه. وكما كتشوفوا من بعد ملي كنبغيو نوزعوا داك الكنافه في القاع ديال المول كنحاول انني نفسخو، ما نخليوهاش مجموعه، كنحاولوا نفسخوها ونترشوها هيدا في الوسط ديال المول، ونحاولوا اننا نعليو الجوانب، يعني ناخذوا داك الكنافه ونعملوها في الجوانب ديال المول باش تجينا عاليه من الجوانب ديالها، باش ملي نوضعوا الكريمه ما تخرجناش وتدخل لنا لتحت الكنافه او تفزك لنا الكنافه من التحت. من بعد غادي نبدا نبسط بيدي داك الكنافه، نحاول نبسطها بهذا الشكل باش تاخذنا الفورمه معاوطه. بالنسبه للكريمه خديت كاسرول عملت فيها 2 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الحليب، زديت معاهم شويه ديال السكر زهره البرتقال، ما عملتش كامل، عملت غير شويه منها، والباقيه اللي بقات زدتها مع السيرو اللي سقيت به. زديت 3 ديال الملاعق كبارين ديال النشا او مايزينا و3 ديال الملاعق كبارين ديال السكر سنيده. من بعد غادي نحركوا الخليط ديالنا بارد
وغادي نوضعوه على النار وغادي نخليه مع يغلى مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون خاتره، يعني حتى يتقلنا تماما. من بعد ما يتقل غادي نزيد عليه واحد الياغورت يكون طبيعي. تقدروا تضيفوا الجبن الا كان عندكم جبن كريمي، ضيفوا واحد 2 معالق. المهم بغيتو تضيفوا اللي بغيتو، الاضافات اللي بغيتو تضيفوها باش تبننوا هاد الكريمه. فهي كتجي ساهله وكتجي بنينه الصراحه، وكيجي فيها داك المذاق ديال زهره البرتقال مع داك الياغورت كيعطي المذاق ديال الجبن، كيجي بنين. صافي حركته مع بعضو، رجعت للكنافه ديالي وفزقتها، دهنتها من الفوق بالزيت والزبده. حاولت انني نرش عليها مزيان داك الزيت والزبده، ومن بعد غادي نفرغ فيها الكريمه. اول حاجه الكريمه ما خصهاش تكون خفيفه، الكريمه خصها تكون شاده راسها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، باش ملي تدخلوها الفرن ما تسحلكمش، يعني باش ما تبقاش تغلي وتبقبق وتسحلكم كامله. تاني حاجه ملي تكونوا كتوزعوا الكريمه في الكنافه، حاولوا انكم ما توصلوهاش للجوانب، ما توصلوهاش للجوانب ديال المول. عملوها خليوها تكون بعيده شويه على الجانب ديال المول. صافي غادي نحاول نسرحها بهذا الشكل، ومن بعد غادي نزيد عليها الطبقه الثانيه ديال الكنافه. غنحاول نوزع داك الكنافه فوق داك الكريمه، ونحاول ملي نكون كنوزع الكنافه نفسخها بيدي، يعني نخليها مفسوخه من نوزعوهاش هيداك غير عشوائي وصافي. صافي هنا من بعد ما غادي نوزع داك الكنافه غادي نحاول نضغط عليها بيدي شويه، ما تضغطوش بزاف لان فيها الكريمه، نحاول غير شويه بشويه حتى نقطها كامله، يعني ترجع معاوطه كامله. وصافي ومن بعد غادي نزيد عليها الزيت من الفوق، غادي نزيد عليها قطرات ديال الزيت والزبده اللي باقيين اللي عندي، وغادي ندخلها للفرن اللي يكون ساخن من قبل. في هذه المرحله انا عندي الفرن ساخن وعندي شاعل على 200 درجه من التحت ومن الفوق. ملي كندخل الكنافه ديالي كنعملها لتحت، يعني النار تكون تحت منا، كنطفي عليها من الفوق وكنخليها من التحت كطيب، على خاطر خضره كتاخذ وقت تقريبا واحد 35 دقيقه. ومن بعد ملي نحسوا بها نشوفوها الجوانب ديالها بداو كيتجمعوا، يعني ما بقاوش لاصقين في المول وبداو كيتحمروا كياخذوا اللون الذهبي، كنطلعوها الفوق، كنشعلوا عليها من الفوق وكنخليوها، ما كديش الوقت بزاف، دغيا كطيب من الفوق كتحمر وكتذهب بهذا الشكل. صافي وكنطفيو عليها كنجبدوها وهي مازال سخونه. ضروري كنسقيوها بالسيرو اللي يكون بارد. كيف ما كتشوفوا معايا السيرو كيخصو يكون ثقيل، يعني يكون خاتر ما يكونش خفيف، ماشي بحال السيرو اللي كنسقيو به الكيك ديالنا. اللي كيكون عندنا الكيك كنبغيو نسقيوه ماشي بحالو، هذا السيرو تقريبا بحال العسل، وممكن انكم تعوضوه بالعسل. يعني الا عندكم العسل خفيفه غير دفيوها شويه وزيدوا معاها واحد الساشيه ديال زهره البرتقال وسقيو بها، اولا اذا كانت عندكم العسل ثقيله زيدوا معاها واحد 2 معالق ديال ماء الزهر، خفوها شويه ومن بعد تسقيو بها. المهم خصها تكون السيرو ثقيل ما يكونش خفيف، باش ما تجيكمش هاد الكنافه فحال الفطيره او تجيكم رطبه. ضروري السيرو يكون ثقيل. صافي هنا من بعد ما سقيتها كنسقيها وكنخليها تشرب، عاوتاني كنعاود نسقيها. وسقيوها على حسب نتوما واش كتبغيو الحلاوه بزاف وتجيكم سقيه بزاف اولا تجيكم شويه ناشفه. انا الصراحه ما كتعجبنيش تجيني عامره بالعسل، كنسقيها يعني عيني ميزاني حتى كنشوف داكشي اللي بغيت انا. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما سقيتها خليوها حتى تبرد وقدموها بالصحه والراحه، كتجي مقرمشه ولذيذه شهوه منا. بالنسبه للتزيين فكتزينوها بداكشي اللي عندكم واللي بغيتو نتوما، زينوها بالبيستاج باللوز ايفيلي بالكاوكاو بالكوك، المهم داكشي اللي متوفر عندكم على حسب الرغبه ديالكم نتوما. فصراحه كتجي روعه، غير جربوها ما غاديش تندموا. وكنظن انا عطيتكم جميع الخطوات باش تنجح معكم من اول تجربه، واخا تكون عمرك ما صوبتيها غير جربها، غادي تتبع الخطوات اللي عطيتك وان شاء الله غادي تنجح معاك بكل تاكيد. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم. اللي كيزور القناه لاول مره ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الفيديوهات. ودمتم سالمين والى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد.